اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه خط دفاع الاهلي. معكم مروان. في انباء قويه جدا بتقول ان اللاعب الياس شتي باك شمال الجزائري السابق للترجي التونسي ونادي انجل الفرنسي في صراع عليه ما بين الاهلي والزمالك. الكلام بيتقال ان الاهلي بيفكر يضمه علشان يبقى بديل لعلي معلول، والزمالك طبعا في حاجه لباك شمال. زي ما احنا شايفين كده، تعالوا نتعرف بسرعه على اهم امكانياته ومهاراته. اوفراته كويسه جدا، بيجيد الاوفرلابنج وبيعرف ياخد اماكن. ظهير هجومي بمعنى الكلمه زي علي معلول، يعني طبعا مع اختلاف المستوى، بس هو هجومي على طول. بيعمل اوفرات، بيتقدم، مش اللي هو الظهير التقليدي يعني. زي ما احنا شايفين اوفراته دايما بتبقى كويسه. لمسته للكره كويسه جدا. بصوا هنا بيضم من نص الملعب. بصوا هنا الاماكن اللي بياخدها، دايما هتحس ان هو بيلعب جناح، ما بيلعبش باك شمال. مواليد 95، يعني عنده تقريبا 28 سنة، يعتبر سن كويس معقول. بصوا هنا المهارة اللي عليه، اللي على طول 1 2، متحرك، لعيب سريع ودايناميك، يعني ديناميكي، متحرك، جسمه خفيف وبيساعده الكلام ده. ومهاري، فكل ده بيساعده. زي ما احنا شايفين هنا، بصوا على طول اللعبة من لمسة واحدة، على طول اباصي واستلم في مكان، اخد مكان عشان اخلي زميلي يبصيلي، واستلم بطريقة كويسة واعمل اوفر او اعمل خطر. بصوا هنا المهارة، بصوا اوفراته هنا، الاوفر دايما اوفراته كويسه، بتعمل خطوره. عشان بقول لكم الارتفاع المتوسط للاوفرات ده اللي هو في مستوى الرؤوس ده بيبقى احسن. بصوا الاوفر بيقول يعني اي مهاجم حطني جون. طيب سؤال، هل الياس شاتي ده، هل فعلا الاهلي ممكن يفكر فيه يبقى بديل لعلي معلول، ولا احنا شايفين ان الصفقات الاجنبيه اللي احنا محتاجينها، محتاجين بقى يبقى مهاجمين؟ يعني احنا عندنا علي معلول. انا وجهة نظري الشخصيه، لا، انا شايف ان علي معلول تمام كباك شمال، ماشي. انت ممكن يبقى عندك ازمه كبديل لعلي معلول، بس ممكن تفكر في محمد شكري، لعيب كويس جدا، اعتقد ده لعيب الاهلي السابق اللي الاهلي اداه كيلوباترا في مقابل شادي حسين، في ضمن صفقه شادي حسين. انا شايف ان محمد شكري ده لعيب صغير ولعيب كويس ولعيب واعي جدا، ممكن ياخد فرصته، وفي المقابل نستفيد من مكان اللاعب الاجنبي بلاعب مهاجم زي مثلا جاكسون موليكا، او اي لاعب كويس. كولر ممكن يبقى شايف ان هو مفيد للاهلي. اكتبوا لي كده في كومنتاتكم، هل انتوا شايفين الياس شاتي ده فعلا يستاهل ان الاهلي يفكر فيه، ولا لاعب عادي؟ يعني اكتبوا لي في كومنتاتكم واحب اسمع ارائكم. شكرا جدا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات قريب. سلام.